7 صنايع بس البخت مش ضايع. محمد عمل سيارة الأحلام بتاعته كلفها 85,000. العربية سبايدر مان دي موجودة هنا في المحلة الكبرى. عربية اتصممت من الألف للياء بإيد العبقري ده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فتحي شو. مسميها ايه العربية دي يا محمد؟ والله انا لسه ما فكرتش في اسم، بس كنت بفكر يعني ان انا اشارك الناس في الرأي. يعني ايه اللي انت هتستفاده من وانت بتعمل العربية دي؟ ان انا اصمم ايه بقى؟ اصمم عربيات جديده او اشكال جديده. انت كبودي صح؟ كبودي مثلا، ونعدل برضه في الموتور. نعدل في الموتور نخليها بشكل اسرع مثلا. اتعلمت الحاجات دي فين؟ والله هوايه، هي هوايه وموهبه برضه من عند ربنا، ان انا بعرف اقلد اي شكل. يعني اي شكل يكون معايا صوره اقلدها نفس الصوره. بس الشكل ده بتاعك انت ولا ده مقلده؟ لا انا قلدت الاول عربيه اسمها لايكن هايبر سبورت، بس ما عجبتنيش، فعدلت انا من دماغي. يعني خدت مثلا الربع اللي قدام من سياره، السقف من سياره، الظهر من سياره. كشكل. كشكل. لكن انت اللي عامل بقى ده بايدك. ايه اللي عامله في ايدك في العربيه؟ والله الربع اللي قدام ده كنا جايبينه خرده، ولا يصلح اصلا زي ما انت شايف الصدى، ولا يصلح لاي شيء. دي دواسه ميكروباص، بتاعت ميكروباص عشان اتحكم في الطول، وعشان برضه ثباتها ما تكونش عربيه رفيعه قوي او كنيزه قوي، وبرضه مش عريضه قوي عشان تخش الشوارع عندنا، لان الشوارع عندنا صغيره. بس كلفتك قد ايه العربيه؟ والله لغايه دلوقتي صارف بالظبط 87,000. 87,000 بس يعني ان شاء الله لما تخلص بقى بتبقى 110. فانا بحاول يعني اكسر الموضوع ان انا اعمل احسن حاجه باقل سعر. انت عملت العربيه دي بعد ما هتخلصها، يعني خطتك ايه؟ بعد ما اخلصها ان شاء الله ناوي نشوف برضه حد يشتريها ابيعها، وعندي بقى فكره تانية احسن من دي بكتير بمراحل. ايه بقى؟ بس انا اللي اصنع من الصفر. ايه بقى؟ بس انا كان ناقصني بس المكان. ايه الفكره التانية؟ والفكره التانية ان انا عامل عربيه براكب واحد من قدام واثنين راكب من ورا. انا عندي كفاءه ان انا اصنع، بس ولا عندي مكان ولا الامكانيات برضه عندي محدود. عندك كفاءه تصنع لحد فين؟ عندي كفاءه اعملها في الناس بس كامل. لا اكيد مش هنجيب الموتور، يعني مش هتعمل موتور. بالموتور كامل يا راجل والله. بس يبقى معايا بس حد بيصب ألمونيوم. اخد نفس المقاسات ونفس المعايير يعني ده البودي كده، ده انت اللي مصنعه على ايدك كامل كعربيه كله بالظبط. تمام صح. اللي جوه العربيه موتور تويوتا بالفتيس بتاعه طبعا. الربع اللي قدام ده والدواسة الميكروباص والربع اللي ورا ملوش اي لازمه. يعني ايه ملوش اي لازمه؟ انا جايبه بس مصمم عليه شاسيه حديد من فوق بمسامير 17 وشاسيه حديد من تحت من اول عربيه اخرها. يعني انت الشاسيه اللي تحت ده انت اللي عامله؟ الشاسيه اللي تحت واللي فوق ده انت هتمشيه يعني ولا ايه؟ اللي فوق ده لو عايز اقطعه ملوش اي فايده. ملوش فايده كده ولا اي فايده. بالظبط. تمام. انت بقى يعني في خطتك ان انت هتقفل العربيه باذن الله وتبيعها ان شاء الله عشان اعمل احسن. انت تعمل واحده تانية احسن. انت عبقري يا الله يخليك بجد. يعني انت يعني لو دماغك هتفضل شغاله كده، بس اللي هياخد منك العربيه هيعمل بيها ايه؟ والله ممكن يحطها مثلا في فيلا ويتمشى بيها من جوه الفيلا، يعني في فيلا كبيره جدا. بدل العربيه اللي هي مثلا اللي هي بتبقى مفتوحه ديت اللي هي 4 راكب. ايوه بدلها ياخد دي مثلا لو فيلته مثلا في فيلا هنا في الاراضي الزراعيه ورا، ممكن يعوز يجيب حاجه من هنا من السوق ويرجع تاني كده بس. المهم هي طبعا مش هترخص. تمام. دي حاجه اكيد يعني. طيب انا ليا سؤال تاني. انت كلفتها او بعد ما تتقفل 100,000. تمام. اكيد طبعا هتبيعها وهتكسب فيها والا ما كنتش عملتها اصلا. لا لو 180 هبيعها. انت بقى حابب تقول حاجه للناس؟ والله انا حابب ان هم يدعوا لنا دعوه حلوه بس. لان طبعا القرايب مشكله. انت ده تولع فيها، ده انت ما بتعرفش تعمل حاجه، انت بتضيع فلوسك على الارض.
وهكذا يعني السلبيات كتير قوي. بعض القرايب هم اللي بيحاولوا ان هم يهدوا انتقادات كتيره، يهدوا منك. بالظبط. بس الحمد لله يعني الواحد عايز يبقى في مكان احسن فبيسعى. طب انا بقول لك اهو ان شاء الله رب العالمين باذن الله انت لما تقفل العربيه دي ان شاء الله وتبقى حاجه تانية وتبيعها باذن الله، وربنا يعني يقدرك وتكسب فيها ان شاء الله، هيبقى ليك شأن تاني. هي عارف، وهي بدايه الغيث قطره. انا مش هاممني مكسب، هي دي البدايه بالظبط. انا بعرف اعمل كوبي. لو اي حاجه تانية اعمل لك كوبي منها، لو دي ب1,000,000 جنيه دي ب100,000. كوبي واحسن كمان. الراجل ده يعني بيتراب الفلوس، عمل عربيه حلوه لسه ما خلصتش، هو بيفنش بس. انا لما ركبت معاه، لا العربيه بسم الله ما شاء الله يعني حوت. بتمنى ان انتوا تدعوا له دعوه حلوه وتدعموه وتكتبوا له، لان الدنيا كلها واقفه في وشه. حصل. الشاب ده الدنيا كلها واقفه في وشه، حتى اقرب الناس ليه لما بدا ان هو يعمل حاجه ويتعب ويشقى، بقت هي مشكلتنا. حصل. بقت مشكله ناس كتير قوي، انك انت بتشتغل، انت ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ ايه يا عم ده؟ ولا ده مليان، انت رامي فلوسك على الارض. انت فاعتقد يعني ان الراجل ده لو كان عمل حاجه وحشه ما كانش الناس هتنتقده الانتقاد ده. انا جيت هنا لحد المحله علشان ادعمه، عشان اقف جنبه، عشان انا دايما بحب الشباب المؤدب المهذب الخلوق اللي يمثل بلده الناجح. كل سنه وانتم طيبين، اللي قلوبكم ابيض من لبن الحليب، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله رب العالمين مع فتحي شو. السلام عليكم.